موند وجاو يديو الخبره من المغرب في تنظيم التظاهرات الكبرى. هادو الاف بي اي وما ادراك ما الاف بي، يعني بجاو يديو الخبره من المغرب. شافوا درك جاو باش يتعلموا وصيفطوهم باش يديو الخبره. وغادي تكون المغرب الخبر اللي غادي تسناوه حتى هو تكون المغرب غادي تشارك تما بالناس ديالها، غادي يمشيو لامريكا يخدموا، ماشي يخدموا، غادي يعاونوها بمساعده امريكا في تنظيم كاس العالم. هذه من جهه، هذه اتفقنا عليها. نوليو للمقابله. انا ربحنا ب 1-0 ياك في الدقيقه الشوط الثاني في 118 بول بينا ما شاء الله عليه جاب هدف. ولكن انا نهضر على صحافه الزيكو اللي كانت تهجم على المغرب. صحافه الزيكو كانت تهجم على المغرب، راه خاص حتى هذا السوشيال ميديا يقلبوها على هذيك الفيديو ديال بونجاح. واش كان يهضر مع الحكم الرابع؟ لانه ما عندكش حق تهضر مع الحكم الرابع. الحكم الرابع تهضر معاه في حاجه اخرى. وهذا الفيديو هذا قادر يوصل لاكاف وغادي ترون عليهم. والماتش هذا ديال نيجيريا نقولها لكم انا هنا 100% غادي يحاولوا يتقصاو وعقلوا على كلامي. علاش؟ لانهم يخافوا يواجهوا المغرب. ما كاينش واحد اللي غادي يقول لي لا الشعب مسكين ما عارفش باغي يواجه المغرب. واه تتواجه المغرب، ولكن واش المغرب غادي يطلقك؟ واش انطلقت كما يقول انطلقت غير هو واجه المغرب؟ يعني دوك اللعابه ديال المغرب غادي يطلقوك؟ هذا 3-4 معاوه بالنصر تبليسالك، هما اللعابه تبليسالك. اول حاجه غادي يقول لك يدعوا بالهزيمه، عندنا اصابات، يمشيو لنيجيريا ما غاديش يقدروا يواجهوها، وغادي يلعبوا في مراكش. يعني اليوم غتلعب في مراكش، غتمشي البلاصه اللي انهزمنا بها ب4-0 في مراكش مع المنتخب المغربي. يعني صعيب باش غادي تخرج تما نابح. ها وحده جوج من الفوق من الدوله غادي يعيطوا لهم يقول لهم غير نهازموا. علاش؟ لانه لو كان تلعب مع المغرب وتنهزم قلت لكم غادي صافي هذاك الشيء كاع اللي سبوه وكذا من ينقلب عليهم. يقول اللهم ننهزم مع نيجيريا ونجي نخرج بشرف ونقول ودي صافي انهزمنا ماشي مشكل، وصلنا للثمن، وصلنا مع 8 الكبار وتقسينا. وهذه هي اللي غادي يديروها ويوكلوها لعباد الله. لانه امبوسيبل، انا نقولها لكم امبوسيبل وانتم عارفين باش يواجهوا المغرب. لانه لو كنت تواجه المغرب وتنهزم راه تولي كارثه. كل شيء خصو يتحايد، اتحاديه تحايده، ورئيس الاتحاديه هو بنفسه يخاف يواجه المغرب في الدومي فينال. وعقلوا على كلمتي. والمغرب نهار الجمعه غتشوفوا، ما تشوفوا الوجه الحقيقي مع الكاميرون ويدق الكاميرون ويطلع النصف صافي. السبت يبقاو يرتعتوا يقول لك اللهم نهازم يوم السبت ولا نمشي نواجه المغرب. لانه تواجه المغرب بالنجوم اللي عندها، وراه الركراكي هذاك راه ماشي ساهل. راه ماشي دي صابر غادي يولي لك اللور ويخليك تلعب ما عندوش مهاجمين. ولا دي صابر راه حتى هو ما كانش عنده مهاجمين اللي اقوياء. ولكن راك ملي غتواجه المنتخب المغربي راه عنده ما شاء الله، وعندك 70,000 وفي بلادو وامام جمهوره، راه غادي يعطينا درس. وجا